سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كيف حالكم أيها الطلاب؟ أتمنى أن تكونوا بخير. قعدنا النهاردة في الدرس اللي عليه الدور The Perpendicular Projections and Euclides Theorem أو Euclidean Theorem. Euclidean Theorem دي شبه كده بايثاغورس Theorem. عالم من علماء الماس، واحد كان اسمه بايثاغورس وواحد كان اسمه إيكليديان، كانوا قاعدين فاضيين مرامش حاجة، واحد اخترع لنا قانون بايثاغورس والتاني اخترع لنا قانون إيكليديان. هم يقعدوا يخترعوا قوانين واحنا نقعد نحل. خريطة المنهج السحرية. احنا معادنا النهاردة مع ليسون فور. شوف كده الترتيب بتاع الأوائل، عندنا 110 و109، منافسة شرسة. طبعا الحصة اللي فاتت نزل لكم بقى المراجعة بتاعت الشهر اهي والفايل بتاعها وكمان الامتحان بتاعها، المفروض تكونوا حليتوه. كل حصة بينزل لها اللايف، بينزل لها الفيديو بتاع الحصة، الفايل والواجب وفيديو الواجب والكويز وفيديو الكويز. وكل واحد يخلي باله من نفسه عشان لما نبعت رسالة لولي أمره نبعت نقول إنه شاطر. شوف أول جزء معانا النهاردة اللي هو بيتكلم على البروجيكشنز أو البربنديكولار بروجيكشنز. وعلى فكرة البربنديكولار بروجيكشنز دي إحنا كنا أخدناها أصلا في أولى إعدادي، لو تفتكروا كنا أخدناها في أولى إعدادي في الترم التاني. يجي مثلا يقول لي ان احنا عندنا خط، الخط ده فيه فوقيه نقطة، عايزين نعمل للنقطة دي بروجيكشن، يبقى انت هتنزل خط بربنديكولار كده على الخط اللي تحت، يبقى انت كده عملت بروجيكشن. طب لو النقطة موجودة على الستريت لاين اللي انت بتعمل عليه بروجيكشن، يبقى البروجيكشن بتاعها هو نفسها، ملهاش بروجيكشن خلاص، هو البروجيكشن بتاعها نفسها لان هي كده كده موجودة ايه على نفس الخط. طيب لو البروجيكشن ده بقى بروجيكشن للاين سيجمنت، فانت لو جيت تجيب بروجيكشن للاين سيجمنت، البروجيكشن بتاعه بينزل قصاده كده بالظبط، يعني يجيب نقطة البداية تنزلها بربنديكولار ونقطة النهاية تنزلها بربنديكولار، يدي لك البروجيكشن تحت كده. والبروجيكشن ده يا إما بيبقى أصغر من الخط الأصلي يا إما بيبقى قده، عمره ما بيكون أكبر منه. هنا في الحالة دي هو قده بالظبط، في الحالة دي البروجيكشن قد الخط الأصلي. يعني لو هنا مثلا كان الخط الأصلي 3 سنتيمتر هتلاقي البروجيكشن 3 سنتيمتر. هنا بقى لو الخط الاصلي كان 4 سنتيمتر هتلاقي البروجيكشن 3 سنتيمتر، هتلاقي البروجيكشن اقل من الخط الاصلي. هنا نفس الكلام، البروجيكشن هو اقل من الخط الاصلي، احنا نزلنا دي بربنديكولار جت هنا ودي موجوده على الخط نفسه، فالبروجيكشن بتاعها هو نفسها. البروجيكشن هو الحته دي، وليكن مثلا لو ده 4 سنتيمتر هيبقى البروجيكشن 3 سنتيمتر. فهنا الخط الاصلي البروجيكشن اقل منه، هنا الخط الاصلي البروجيكشن قده، هنا الخط الاصلي البروجيكشن اقل منه، هنا الخط الاصلي البروجيكشن اقل منه. انزل دي بيربنديكولر وانزل دي بيربنديكولر، يبقى احنا عندنا نزلنا دي ونزلنا دي، ادالنا البروجيكشن هو ده. ولو الخط الاصلي مثلا يعني كان 6 سنتيمتر هتلاقي البروجيكشن 3 سنتيمتر، ما علينا اي كان، او 4 او 5، المهم هيبقى اقل منه. طب افرض كان الخط الاصلي واقف كده بالطول، فبالتالي لما تيجي تجيب له بروجيكشن، البروجيكشن بتاعه هيبقى نقطة، فبالتالي طول البروجيكشن هنا زيرو، اللينث هنا زيرو. The length of the projection zero because the projection is only a point. The line is perpendicular to the straight line which we make a projection for it on it. يعني انا بجيب بروجيكشن للخط ده على الستريت لاين ده، والخط ده بيربنديكولار على الستريت لاين ده، يبقى البروجيكشن هيبقى نقطة. طولها قد ايه؟ طولها زيرو، ملهاش طول. The length of the projection of a line segment less than or equal the length of the line segment itself. يا اما هيبقى قده لو الخط عامل كده وجينا نجيب له بروجيكشن فهو كده قده، يا اما هيبقى مايل فساعتها البروجيكشن هيبقى اقل منه. هنا البروجيكشن بيساوي الخط الاصلي، هنا البروجيكشن اقل من الخط الاصلي. اما هنا البروجيكشن طوله زيرو، هنتكلم على الطول، بروجيكشن طوله زيرو، وبالتالي البروجيكشن بيبقى اقل من الخط الاصلي او قده، واكبر من الزيرو او قده. يا زيرو يا قد الخط الاصلي يا ما بينهم، عمره ما يخش في النيجاتيف طبعا، وعمره ما يبقى اكبر من الخط الاصلي. نشوف مثال. The given figure triangle XYZ is right angle triangle، كله على بعضه كده right at X، يبقى دي 90 degree. XM perpendicular على الواي زد، ماشي. Find the length of each of the following. أول حاجة
عايز اللينج بتاع البروجيكشن اوف اكس واي اون واي زد. بص بقى، انت عايز تعمل بروجيكشن لمين؟ للاكس واي، احدده لك كده بالازرق. طب عايز تعمل بروجيكشن للاكس واي على مين؟ على الواي زد، احدده لك بالاحمر. والخط اللي انا هعمل عليه بروجيكشن اهو بالاحمر، والخط اللي انا هعمل له بروجيكشن هو اللي بالازرق. لو النقطة بتاعت البداية بتاعت الخط الازرق موجودة على الاحمر، يبقى البروجيكشن بتاعها نفسه. طب لو النقطة فوق، انزلها بربنديكولار، انزلها كده، هتنزل هنا. يبقى ده معناه ان البروجيكشن بتاع الخط الازرق على الاحمر هو ده. عارف البروجيكشن ده كانك ايه؟ كانك ضربت كشاف في الخط. كانك كده جبت كشاف ورحت منور الكشاف من هنا، اديت نور كشاف من هنا. ايه اللي هيحصل لما تدي نور كشاف؟ الخط الازرق ده هيحصل له ظل، هيجي له ظل، هيبقى فيه ظل ليه، ظل على الخط الاحمر. الظل بتاعه ده هو البروجيكشن. كانك جايب كده عصايه مكنسه، عصايه المكنسه دي وقفها قدام الحيطه، وبعدين اضرب كشاف، هتلاقي عصايه المكنسه دي ظهرت على الحيطه، هتلاقيها ظهرت على الحيطه. اللي ظهر على الحيطه ده هو البروجيكشن بتاعت عصايه المكنسه على الحيطه. فانا كده ضربت كشاف من فوق. ايه البروجيكشن بتاع الخط الازرق على الاحمر؟ هي الحته دي. الحته دي هي البروجيكشن اللي هي اسمها مين؟ ام واي. هو بقى عايز يجيب طول الام واي. الام واي دي هيبقى طولها من خلال المثلث ده، اطبق بايثاجورس، لان طبعا الخط اكس ام نازل بيربنديكولار، فده رايت انجل تراينجل. اللي بالاصفر ده رايت انجل تراينجل، فتبقى سكوير روت 2 باور اوف 2 ماينس روت 3 باور اوف 2، اللي هي 4 ماينس 3 روت ال 1 ب 1 سم. اجابه صحيحه. نشوف الثانيه، نمسح بقى. عايز ايه في الثانيه؟ البروجيكشن بتاع الاكس زد، احددها له بالازرق، على الواي زد احددها له بالاحمر. دايما الخط اللي انا هعمل عليه بروجيكشن لو بالاحمر هتلاقيني بطوله شويه لان ده ايه؟ بيبقى ستريت لاين زي ما هو عامل هنا كده. يعني تقدر تمده، مش لازم ترتبط بالشكل اللي مرسوم، تقدر تمده يمين وشمال علشان لما تعرف تنزل بروجيكشن ما تبقاش ايه متحير يعني. المهم احنا عندنا نقطه اهي، النقطه دي موجوده على الخط الاحمر نفسه، يبقى البروجيكشن بتاعها نفسها، وفي نقطه فوق هنزلها بيربنديكولار. فين البروجيكشن؟ هو الحته دي. كانك ضربت كشاف من فوق، عمل لك ظل، الظل ده هو البروجيكشن. يبقى مين البروجيكشن بتاع الاكس زد؟ هو الام زد. عايزين نجيب طول الام زد، هتجيبها بايثاجورس برضو بس جوه المثلث ده. سكوير روت 2 روت 3 اول باور اوف 2 ماينس روت 3 باور اوف 2. دي كده 4 تايم 3 ب 12 ماينس 3 تحت الروت، روت ال 9 ب 3 سم. اجابه صحيحه. نمسح نمسح نمسح. واي زد، عايزين نجيب له بروجيكشن. فين الواي زد؟ اهو، هو اللي بالازرق ده. هنجيب له بروجيكشن على مين؟ على الاكس زد. في الاكس زد اهو، عامله طويل كده اهو. يبقى انا هضرب كشاف من هنا، الكشاف ده هيتضرب على الخط الازرق، هيعمل لي ظل على الخط الاحمر. هحدد نقطة البداية ونقطة النهاية عشان ما تتلخبطش. نقطة البداية وليكن زد، ونقطة النهاية واي، او العكس يعني مش هتفرق. المهم ان هما نقطتين بداية ونهاية. نقطة اهي موجودة على الأحمر، يبقى البروجيكشن بتاعها نفسها. ونقطة أهي أنزلها بيربنديكولار على الأحمر. لازم النقطة عشان تعملها بروجيكشن لازم تنزل بيربنديكولار. اوعى تقول لي أنا هنزل النقطة كده، غلط. اوعى تقول لي أنا هنزل النقطة كده، غلط. لازم تنزل النقطة بيربنديكولار كده، تنزل هنا. يبقى البروجيكشن هو الحتة دي اللي هي مين؟ زد اكس. طولها كام؟ 2 روت 3 سنتيمتر. إجابة صحيحة. امسح امسح امسح. بروجيكشن بتاع الاكس واي، فين الاكس واي؟ اهي.
عايز تعملها بروجيكشن على مين؟ على الاكس ام. فين الاكس ام؟ اهو. الخط الاحمر بحب انا ايه اطوله فوق وتحت كده. يبقى انا هعمل الازرق بروجيكشن على الاحمر، يبقى اضرب كشاف من هنا. حدد نقطة البداية ونقطة النهاية. البداية موجودة على الخط البروجيكشن بتاعها نفسها، والنقطة دي هتنزل بيربنديكولار. يبقى البروجيكشن هو الحتة دي اللي هي كام؟ روت 3. اسمها ايه؟ اكس ام. طب البروجيكشن بقى بتاع الاكس ام على الواي زد، دول بيربنديكولار على بعض. يبقى البروجيكشن نقطة. النقطة اللي هي ايه؟ اللي تحت الازرق على طول. انا بعمل بروجيكشن للازرق، يبقى هي النقطة اللي تحت الازرق. كأنك جبت القلم كده، حطيته مقابل الحيطة وضربت كشاف، هتلاقي القلم ظهر على الحيطة نقطة. النقطة دي اسمها ايه؟ اسمها ام. يبقى البروجيكشن بتاع الاكس ام على الواي زد is the point m. وطبعا البوينت m and its length اكيد 0 سنتي. ملوش مقاس، ده نقطة، نقطة ملهاش مقاس. بروجيكشن بتاع الاكس زد، ادي الاكس زد على مين؟ على الاكس واي. ادي الاكس واي. حدد نقطة البداية اهي، البروجيكشن بتاعها هينزل كده، والنهاية اهي البروجيكشن بتاعها هينزل كده. الخط اصلا بيربنديكولار، يبقى البروجيكشن بتاعه نقطة. اسمها ايه؟ اسمها اكس. is the point x and its length برضو 0 سنتيمتر. صح صح صح. في مشاكل؟ طبعا هنا بيفكرك بقوانين بايثاغورس، ان انت لو عايز تجيب الخط ده هتعمل بلس للاثنين التانيين، لو عايز تجيب ده هتعمل ماينس للاثنين التانيين، لو عايز تجيب ده هتعمل ماينس للاثنين التانيين. الهايبوتنس هو الوحيد اللي بيجي بالبلس، الاثنين التانيين بيجوا بالماينس. تمام. حد عنده مشكله؟ حلوا بقى لوحدكم يعني. قول اليان. ها عملت ايه؟ اول حاجه عايز البروجيكشن بتاع الاي بي على الاي سي. ادي الاي بي عملوا لك بالازرق، والاي سي عملوا لك بالاحمر اهو. يبقى البروجيكشن مين هو؟ يعني هيبقى on point A equals 0 سنتيمتر. لا، الاي البروجيكشن بتاعها ايه؟ طب البي البروجيكشن بتاعها مين؟ ال B ال A projection بتاعها ال B projection بتاعها E. اي. يبقى البروجيكشن هو مين؟ هو الحته دي. مش اه. البوينت ايه، لا، هو اصلا الخط ده مش جاي بيربنديكولار على الاحمر عشان تقول البروجيكشن ايه، هو جاي مايل. بروجيكشن مم. الايه نفسها، بروجيكشن البي تنزل تحتها بيربنديكولار بالظبط كده. تنزل بيربنديكولار، لان الحته دي هو عامل عليها بيربنديكولار، فهتنزل بيربنديكولار عليها بالظبط. يبقى البروجيكشن هو مين؟ هو الاي اي. البروجيكشن هو مين؟ هو الاي اي. وطبعا المثلث ده ايسوسيلس. فالخط اللي بيبقى نازل من الفيرتكس اوف ذا ايسوسيلس تراينجل بيربنديكولار تو ذا بيز بايسكت البيز، يعني بينزل في نص البيز بالظبط، وبالتالي الاي اي دي هتبقى نص الاي سي كله. طيب الاي سي كله ب 8، يبقى هي بكام؟ 4 بص، سنتيمتر. يبقى انا اقول له ان البروجيكشن ده هو الاي اي بيساوي 4 سنتيمتر. نمسح. عايزين البروجيكشن بتاع البي اي على الاي سي. هنا بقى ده اهو البي اي على الاي سي صح كده بيربنديكولار. البي اي نفسه بيربنديكولار، يبقى البروجيكشن هو مين؟ الاي. بيساوي كام سنتي؟ 0 سنتي. 4 سنتيمتر. في مشاكل؟ ما فيش مشاكل. نخش بقى على موضوع ايكليديان ثيورم. بيقول لي في ايكليديان ثيورم تعرفها يعني: the area of the square drawn on the two sides of the right angle in the right angle triangle equal the area of the rectangle whose dimensions are the length of the projection of this side on the hypotenuse and the length of the hypotenuse. معناه ايه الكلام ده؟ عشان تبقى فاهم اللي انا هقوله دلوقتي ده للفهم بس. انما لو انت يعني مش ما استوعبتوش بعد ما انا قلته، مش هيفرق معاك قوي في الحل اللي جاي. مش هيفرق معاك في حل الاسئله، بس يعني انت لو عايز تفهم يعني. احنا كنا قلنا في بايثاجورس، بايثاجورس كان مثلا لو عندنا رايت انجل تراينجل بالشكل ده،
فكنا بنقول تعريف الرول بتاع بايثاجورس ان احنا لو عملنا سكوير هنا وعملنا سكوير هنا وجبنا اريا السكوير ده وجبنا اريا السكوير ده بيدوني على بعض لما اجمعهم اريا سكوير تالت موجود على الهايبوتنيز. ده كان تعريف بايثاجورس ثيورم. كنا بنقول ان بايثاجورس ثيورم جت من هنا، ان انت كنت بتجيب اريا السكوير ده عن طريق السايد لينس ده، ما هو ده السايد لينس بتاع السكوير تجيب الاريا، وهنا السايد لينس بتاع السكوير تجيب الاريا، وهنا السايد لينس بتاع السكوير ده تجيب الاريا. لو المثلث ده اسمه اكس واي زد، فالاريا 1 دي كانت هتبقى اكس واي في نفسها، فكنا بنقول اكس واي سكويرد لان الاريا بتاعت السكوير سايد باي اتسلف. والاريا هنا برضو هتبقى زد واي ونحط عليها سكويرد علشان هي سايد لينس تايمز اتسلف. وهنا هتبقى اكس زد سكويرد عشان الاريا سايد لينس تايمز اتسلف. انت لو عندك سكوير هنا عايز تجيب له الاريا، فبتاخد السايد لينس ده. لو هو 5 مثلا هتلاقي ده 5 وهتلاقي ده 5 وهتلاقي ده 5، فانت هتعمل 5 تايمز 5 اللي هي 5 باور اوف 2. فده معناه اللي هي ايه، اكس زد هو اللي ب 5، فهي اكس زد دي باور اوف 2 هي ال 5 باور اوف 2 كده يعني. ومنها جت ان انت لو جيت جبت الاريا هنا وجبت الاثنين اريا دول، لو جيت جمعتهم هتلاقي بتساوي الاريا اللي فوق. وجبت لكم حتى لو انتوا فاكرين واحنا بنشرح بايثاجورس اللي خدها معانا في الترم الاول، الموضوع بتاع الفيديو بتاع الميه اللي هو الشكل اللي كان مليان ميه، تيجي تشقلبه تلاقي الميه ملت المربع ده، تشقلبه الناحيه التانيه تلاقي الميه نزلت من المربع ده ملت المربعين دول. ده كده كان في بايثاجورس. لو جيت كتبت انت على اليوتيوب الاثبات بتاع بايثاجورس ثيرم هيجيب لك الفيديو بتاع الميه اللي بقول لك عليه ده. في اكليديان بقى بيبقى عندك مثلث عامل كده، رايت انجل تراينجل برضو بس متشقلب. رايت هنا برضو رايت شبه ده برضو، ده رايت وده رايت بس ده متشقلب. فبنعمل له بروجيكشن كده، بيطلع لنا خط هنا. مين الهايبوتنس؟ هو ده الهايبوتنس. الهايبوتنس هو الخط اللي بالاحمر. يجي يقول لي ايه بقى، الخط اللي بالاخضر ده اللي على اليمين ده لو جيت عملت عليه سكوير شبه السكوير كده اللي انا عملته عند بايثاجورس، ومسمي ده اكس واي زد واسمي دي ال مثلا، فيجي يقول لي ايه، لو انت عايز تجيب الاريا هنا، الاريا دي كده اللي هي هتبقى اكس واي تايمز نفسها اللي هي اكس واي سكوير، الاريا دي هتساوي الاريا بتاعت ريكتانجل ملوش علاقه بالرسمه خالص، ريكتانجل تاني هناخده كده، ريكتانجل نطلعه بره. الريكتانجل ده عنده لينث وويدث، اللينث بتاعه نقول هو الهايبوتنيوس نفسه، يعني اللينث بتاعه ده اقول هو الهايبوتنيوس نفسه بتاع المثلث اللي فوق ده. يعني احنا هنكون دلوقتي ريكتانجل اللينث بتاعه هو الهايبوتنيوس اللي هو الزد واي، والويدث بتاعه هو البروجيكشن بتاع الخط الاخضر على الهايبوتنيوس اللي هي الحته دي كده. ده البروجيكشن، اجيب الخط الاخضر ده اعمل له بروجيكشن على الهايبوتنيوس هيديني ال واي. فانا اقول له الويدث بتاعه مثلا ال واي اللي هو البروجيكشن اللي هو ال واي اهو. يجي يقول لك ايه بقى، اريا السكوير في الحاله دي بتساوي اريا ريكتانجل. اريا السكوير دي اللي هي مين، اللي هو الاكس واي سكوير، بيساوي اريا ريكتانجل اللي هي مين، اللي هي الزد واي في ال واي. من هنا جت قاعده اكليديان. ايه قاعده اكليديان بقى، يقول لك انت لو انت عايز تجيب الخط ده هتعمل الحته دي تايمز الخط كله. لو انت عايز تجيب الاكس واي سكوير هتعمل الواي ال تايمز الواي زد كله اهو، الواي ال تايمز الواي زد كله. ونفس الكلام الناحيه التانيه، لو انت عايز تجيب الاكس زد سكوير هتعمل الزد ال تايمز الزد واي كله. ونفس الكلام لو انت عايز تجيب الاكس ال هتعمل ال واي تايمز ال زد كله. وليها قانون تاني،
الاكس ال دي تقدر تجيبها عن طريق الاكس واي تايمز الاكس زد تايمز الزد واي، او اسف اوفر الزد واي. مش فاهم؟ ما تشغلش بالك. اقول لك انا الخلاصه. خلاصه الموضوع، المسائل هتجيلك في بايثاجورس انت عارفها. بايثاجورس هيقول لك ايه؟ ادي اكس واي وزد. لو انت عايز تجيب الاكس زد يبقى هتعمل سكوير روت وبلس للاثنين التانيين باور اوف 2. عايز تجيب الواي زد يبقى سكوير روت وماينس للاثنين التانيين باور اوف 2. عايز تجيب الاكس واي سكوير روت وماينس للاثنين التانيين باور اوف 2. طبعا تبدا بالهايبوتنس عشان هو الطويل، ماينس السايد اللي ناقص اللي هو الواي زد. ده كده مين؟ عم الحاج بايثاغورس. طب عم الحاج يوكليديان المثلث بتاعه هيجي لك متشقلب كده، وهتلاقيه دايما عامل لك خط بربنديكولار كده. وادي المثلث اكس واي زد. اجي اسالك بقى على الاكس واي. الاكس واي احنا لسه قايلين ايه من شويه؟ الاكس واي باور اوف 2 بتساوي زد واي تايمز ال واي، صح؟ طب لو انا عايز الاكس واي بس يبقى اخد سكوير روت، يبقى زد واي تايمز ال واي. طبعا لما تاخد سكوير روت هتبقى بوزيتيف اور نيجاتيف، بس النيجاتيف ريفيوزد لان دي اطوال ومقاسات ما فيهاش نيجاتيف. فانا هحل على طول ايه؟ بطريقه السكوير روت دي، يعني مش هعملها باور اوف 2. انا بقى عايز اجيب الاكس واي ده اهو. عايز اجيب الاكس واي ده اهو. تعمل ايه بقى؟ سمي لي دي مثلا ال، وهتجيب لي الحته دي تايمز الحته دي كلها تحت السكوير روت. واي ال تايمز الواي زد كلها. طب عايز تجيب الخط اللي اسمه اكس زد. عايز تجيب اكس زد يبقى تعمل الحته دي تايمز الخط كله، زد ال تايمز الزد واي كلها تحت الروت. عايز تجيب الخط اللي اسمه اكس ال، واللي الاكس ال بتساوي سكوير روت الحته دي تايمز الحته دي، ال واي تايمز ال زد. عايز تجيب الاكس ال بطريقه اخرى. الاكس ال ده ممكن اجيبه بطريقه تانية. بتقول ايه بقى الطريقه التانية دي؟ يبقى الاكس ال ده اقدر اجيبه ازاي؟ ده تايمز ده اوفر ده، يعني الاكس واي تايمز الاكس زد اوفر الزد واي. هكون لك الاشكال كلها دلوقتي، كل واحده رسمه لوحدها اهو. عايز تجيب ده، تحفظش حروف انت، مش هتحفظ، مش هتحفظ الحروف دي. يعني مش هاجي اسالك اقول لك قول لي الاكس واي اجيبه ازاي تقول لي استنى يا مستر انا حافظ الاكس واي اكس ال تحت لا يا حبيبي، ما انا هغير لك الحروف في المسائل. يعني المثلث مش هيجي لك اكس واي زد دايما، هيجي لك مثلا اي بي سي، يجي لك ال ام. تقعد تحفظ لي حروف؟ لا، هنحفظ بقى الاشكال اللي انا هرسمها لك دي. انت عايز تجيب الحته الخضراء دي، تروح عامل ده تايمز ده كله تحت الروت. عايز تجيب الحته الحمراء دي كده، نزل البروجيكشن بس كده اهو. الحته الحمراء دي يبقى ده تايمز ده كله تحت الروت. طب عايز تجيب اللي في النص بقى، اللي هو ده اهو، يبقى ده تايمز ده تحت الروت. او لقانون تاني، لقانون تاني لو ده تايمز ده اوفر ده. عاملها لك القانون الاولاني اللي بالاسمر ده تايمز ده تحت الروت. القانون التاني اللي بالبني ده تايمز ده اوفر ده، بس خد بقى من غير الروت اهو. القوانين هي كلها هنا. القانون الاسمر اللي هي الحته دي تايمز الحته دي تحت الروت. انما القانون البني ده تايمز ده اوفر ده كله من غير الروت، من غير الروت. الغلطه الشنيعه بقى، الغلطه الشنيعه اللي كل الطلبه بتقع فيها وهتقعوا فيها، وهفكركم ان انتوا وقعتوا فيها. الغلطه بقى الشنيعه ايه هي؟ انا بقول لك ايه هنا؟ الحته الخضراء دي ده تايمز ده كله، ماشي؟ خد بالك، ده تايمز ده كله. انت هتيجي تعمل لي ايه بقى؟ هتعمل لي ده تايمز ده. غلط، دي الغلطه. هتيجي انت ايه؟ اقول لك الاخضر ده يتجاب ازاي، تروح انت عامل لي ده تايمز ده. كل سنه وانت طيب. باظت المساله. ده تايمز الخط كله. يعني لو سميت لك دي 3 وسميت لك دي 5، الحته دي 3
والحته دي 5. يبقى الخط الاخضر ده هتجيبه ازاي؟ سكوير روت، سكوير روت 3 تايمز 5 صح؟ كل سنه وانت طيب، زيرو كحكه مدوره. 3 تايمز 8، الحته دي تايمز الخط كله، 3 وال 5 على بعضها. ادي ملخص عم الحاج بايثاغورس وعم الحاج اكليديان. طبعا انت هتحفظ الاشكال. هنا انت عارف هتعمل ايه. هنا ده بلس ده ماينس ده ماينس وخلص الموضوع تحت الروت. هنا هتحفظ الاشكال دي، مش هتحفظ الحروف، هتحفظ الاشكال. وادي اكليدي الثيرم. نشرح لك هنا القانون الجديد اللي هو نقدر نجيب بيه الخط اللي في النص. احنا قلنا الخط اللي في النص نقدر نجيبه بقانونين. نشرح لك هنا القانون التاني، وبيقول لك جه منين يعني البروف بتاعه، ما تشغلش بالك. نشوف اكزامبل. عايز اللينس بتاع الاكس واي. ها، الاكس واي مين عارف؟ مين عارف الاكس واي اجيبه ازاي؟ قول يا فارس. 9 times 25 or the square root 9 times اه 25. محترم. الخط كله. محترم، ما وقعش. ما وقعش عشان انا قلت له. ايوه بس لو لسه قايل. لو ما كنتش قلت له من شويه كان وقع. لا يبقى مش عارف. ايه الاكس واي؟ هعمل ده تايمز ده كله تحت الروت. اه سكوير روت 9 تايمز الخط كله. اوعى تقول لي 16، اوعى تقول لي 16. 9 تايمز 25. طبعا ايه روت ال 9 ب 3 روت ال 5 ب 5، 3 تايمز 5 15 سنتيمتر. اجابه صحيحه. شوف اللي بعدها اكس زد. ادي الاكس زد، يبقى ده تايمز ده كله روت 16 25. 4 تايمز 5 20 سنتيمتر. اجابه صحيحه. الاكس ال عندك طريقتين، يا اما ده تايمز ده اوفر ده من غير الروت، ومش هتعرف تحل بيها لان ده مش معاك وده مش معاك ومش هتعرف تحل. هنعمل 16 times 9 بتعمل square ده root تايمز ده تحت الروت. تحت هنا الروت. 9 تايمز 16، دي 3 تايمز 4 تطلع. طلع 12. اجابه صحيحه. اتفه ما يكون. اتكلمنا كتير واثبتناه وقلنا جت منين وكل ده ملوش لازمه، انما التطبيق بتاعها اتفه ما يكون. الكلام اللي فات بس للي عايز يفهم هي جت منين. في ناس كده تحب كده تعرف الحاجات جت منين، ماشي قلنا. مش عايز تعرف الحاجات جت منين ما تشغلش بالك، اهم حاجه ايه؟ تحفظ لي الشكل ده، ال الشكل بتاع الرسومات ده. بس كده خلصت المسألة. جرب تحل لوحدك يلا. قول يا احمد السيسي، جبت ازاي الاي سي؟ يسيب بايثاغورس. لا الاي سي من بايثاغورس. جبتها ازاي؟ 25 minus root 25 باور 2 minus. 25. ايوه ماينس 15 باور اوف 2 صح شاطر. دي الاي سي دي يجيب بايثاغورس. ليه ما جبتهاش من اكليديان ده تايمز ده كله؟ كان كان السي دي مش موجود. السي دي مش معاك، ما تعرفش تجيبها من اكليديان. اكليديان بتكمل بايثاغورس، الاثنين بيكملوا بعض. سكوير روت 25 باور اوف 2 ماينس 15 باور اوف 2 طلعت 20 سنتيمتر. طب عايزين نجيب الاي دي ده كده، نجيبه ازاي؟ احنا جبنا ده 20. ها، تعمل ده تايمز ده صح؟ صح. مش معاك، تعمل ايه بقى؟ شو معنى؟ هنعمل 15 باي 25 باي 25 15 باي 20 باي 15 ديفايد 25. لا 20 تايمز 15 اوفر 25 من غير الروت. مفيش روت هنا. divided 5 ب 3 divided 5 ب 5 divided 5 ب 1 divided 5 ب 4 4 times 3 12 سنتيمتر. فيها مشاكل؟ لا. شكرا. شوف السؤال اللي بعد كده. In each of the following figures find the required under each figure. عايزين نجيب السي دي. السي ده عشان تعرف تجيبه، بص هنا بقى هتعمل ريليشن. المفروض ان انت كنت هتجيب السي بي عبارة عن الحتة الصغيرة دي تايمز الخط ده كله. فهتقول لي المفروض يعني ان السي بي بيساوي سكوير روت السي دي تايمز السي اي كله. ده اللي انت المفروض كنت هتقوله. اللي هي ممكن تقول عنها السي بي باور اوف 2 بتساوي السي دي تايمز السي اي. السي بي معاك ب 15، السي دي عاوزها، والسي كله ب 25. ممكن واحد يكتب قانون اهو، كتبت القانون عوض في القانون هتلاقيها اتحلت.
السي بي ب 15، السي دي عايزينها، السي اي 25. خلص الموضوع. ودي الروت الناحيه التانيه بالباور اوف 2 يبقى 15 باور اوف 2 سي دي تايمز 25. يبقى السي دي بيساوي 15 باور اوف 2 اوفر 25 9 سنتيمتر. تعالى شوف ده. عايزين برضو السي دي اللي هي الحته دي. انا ممكن اجيبها من خلال الخط ده. الخط ده المفروض القانون بتاعه كان الحته دي تايمز الحته دي، الاي دي باور اوف 2، او نقول ان الاي دي كان سكوير روت الدي بي تايمز الدي سي. ده القانون. ودي الروت الناحيه التانيه بالباور اوف 2 وعوض بالارقام. الاي دي ب 12، وادي السكوير روت، وادي ال 9، والسي دي عاوزينها. السي دي هي الدي سي. يبقى دي 12 باور اوف 2 بتساوي 9 تايمز السي دي. يبقى السي دي 12 باور اوف 2 اوفر 9. يبقى السي دي 144 اوفر 9 16 سنتيمتر. صح صح. عايزين نجيب الاكس زد اهو. المفروض الاكس زد ده عشان تجيبه هتجيب ده تايمز الخط كله. لا ده معاك ولا الخط كله معاك. ولا هو عايز الاكس زد؟ لا اسف، ده انا قريتها غلط. ده هو عايز الاكس زد. ادي الاكس زد. طبق القانون بتاع الواي زد. المفروض الواي زد بتساوي الحته دي تايمز الخط كله تحت الروت. يبقى الزد اي تايمز الزد اكس او الاكس زد كله اللي هو بيسأل عنه. الواي زد 2 روت 13 بيساوي الزد اي 4 تايمز الزد اكس او الاكس زد اللي انت عاوزه. ودي الروت بالباور اوف 2 يبقى تعمل ال 2 روت 13 على بعضها باور اوف 2 بتساوي 4 تايمز الاكس زد. وبعديها ودي ال 4 بالديفايد. دي هتبقى 4 تايمز 13 اوفر 4. ال 4 هتروح مع ال 4 تبقى 13. يعني انت عايز تجيب الاكس زد هتبقى 2 روت 13 اول باور اوف 2 اوفر 4. هتطلع معاك 13 سنتيمتر. صح. في مشاكل؟ سؤال زي ده عايز يجيب فاليو بتاع الاكس والواي والزد. ادي الاكس وادي الواي وادي الزد. خلينا نقول ان احنا عندنا 24 باور اوف 2، او نقول ان 24 كانت سكوير روت ده تايمز ده كله اللي هي البي دي تايمز ال 40 كلها. من هنا احسب البي دي. ولو حسبت البي دي يبقى انا اعرف اجيب قيمه الاكس. اودي باور اوف 2 يبقى 24 باور اوف 2 بتساوي البي دي تايمز 40. واودي ال 40 يبقى البي دي 24 باور اوف 2 ديفايدد 40 14.4 سنتيمتر. دي البي دي. خلاص كده اقدر اجيب قيمه الاكس. لان المفروض البي دي بلس الاكس اللي جنبها تدي لك ال 40. وانت جبت البي دي 14.4 يبقى الاكس بتساوي 40 ماينس 14.4 25.6 25.6. عايزين نجيب الواي. خلاص يبقى ده تايمز ده. احنا لسه قايلين ان دي 14.4 سم. يبقى قيمة الواي بتساوي سكوير روت 14.4 تايمز 25.6. يبقى الواي بتساوي سكوير روت 14.4 تايمز 25.6 19.2. فاضل لنا قيمة الزد. خلاص دلوقتي تقدر تحسب الزد عن طريق القانون بتاعها ده تايمز ده كله. اقول له قيمة الزد بتساوي سكوير روت 25.6 تايمز الخط كله. $32 سنتيمتر. عايز تتأكد ان حلك صح طبق بايثاغورس. دي 40 ودي 24 هتجيب الزد سكوير روت 40 باور اوف 2 ماينس 24 باور اوف 2 طلعت 32. صح. على فكرة كنت ممكن تحل اصلا المسألة عن طريق ان انت تبدأ بالزد. يعني انت ممكن كنت تجيب الزد الاول من بايثاغورس
لو جبت الزد من بايثاغورس تقدر تجيب الواي من خلال ال 24 تايمز الزد اوفر الخط كله، وبعد ما تجيب الواي تقدر ساعتها تطبق بايثاغورس جوه المثلث الاصفر ده وتجيب الاكس. الملخص قوانين يوكليديان وبايثاغورس عملناها اصلا خلاص. يقول لك ده بيساوي الحته دي تايمز الخط كله، ده بيساوي الحته دي تايمز الخط كله، ده بيساوي الحته دي تايمز الحته اللي على شمالها، او ده تايمز ده اوفر ده من غير الروت. ودي قوانين بايثاغورس، ده بالبلس ده بالماينس ده بالماينس. شوف كام سؤال ابلكيشنز تفهيم. هنا بيقول لك هات لي طول الخيط ده، بسيطة، ده تايمز ده اوفر ده هيطلع معاك 2.16، مش حكاية يعني. هنا بيقول لك هات لي طول الهيدروليك ليفت ده. الهيدروليك ليفت ده انت لو طلعت المثلث بره، انت عندك الحتة دي ب 1 متر، الحتة دي ب 3 متر، وانت عايز تجيب طول الخط ده، يبقى ده تايمز ده تحت الروت يطلع لك 2، مش حكاية يعني. نفس الكلام هنا، عايز يجيب المسافة اللي ما بين او طول الطريق الواصل بين الريست هاوس والفيلج سي، يعني المسافة ما بين الريست هاوس الدي والفيلج سي، عايز يجيب الخط ده. طبعا انت هنا هتضطر الاول تجيب ده من بايثاغورس، سكوير روت مين الهايبوتنس ده، يبقى 200 باور اوف 2 ماينس ال 160 باور اوف 2، طلعت معاك 120. جبت ده ب 120 وده ب 160 وده ب 200، يبقى الخط الازرق اللي بيسأل عنه اللي هو السي دي بيساوي 120 تايمز 160 اوفر ال 200، القانون التاني هتطلع معاك 96. متأكد؟ 120 تايمز 160 اوفر 200. السلام عليك يا مستر. شوف واحدة كرييتيف ثينكينج بقى. بص بقى مسألة الكرييتيف ثينكينج هنا دي خطيرة. عايز اجيب البي دي بكام؟ واحد يقول لي يا مستر ده عرفتها يا مستر. بص، الخط ده المفروض ان هو يبقى الحته دي تايمز الحته دي كلها، وانا معايا 3، وادي 2 روت 5 المفروض ان هي سكوير روت 3 تايمز التي بي كلها. هودي ده بالباور اوف 2 وبعدين اودي ال 3 بالديفايد، يبقى انا معايا التي بي كلها، وبعدين اروح اعمل ماينس واجيب البي دي. اقول له اقول له الزيرو الكعكه مدور. خطأ ايها النائم. ليه؟ مين عارف؟ عشان ال A دي مش نازل perpendicular على ال BC. محترم. الخط ده لازم ينزل بربنديكولار كده عشان تطبق قوانين اكليديان، لازم ينزل بربنديكولار. لو ما نزلش بربنديكولار ما ينفعش اكليديان. خلاص انا هنزل واحد بربنديكولار. انسى بقى الخط ده، اعتبر نفسك مش شايف. نزلنا احنا الخط البربنديكولار ده، احنا نشتغل على المثلث كله. مثلث اهو كله ده كده رايت انجل تراينجل اهو، رايت في الحته دي، ونزلنا واحد بربنديكولار. في مثلث تاني اصفر جوه اهو، المثلث ده ايسوسيلس، لانه عامل لي الحته دي كده عامل لي الحته دي كده بقى ايسوسيلس. ايسوسيلس، واحنا نزلنا الخط ده بربنديكولار من الفيرتكس بتاعت الايسوسيلس تراينجل، يبقى ده معناه ان المسافه دي قد المسافه دي. فانا هسمي المسافه دي اكس واسمي المسافه دي اكس. وهاجي اقول دلوقتي من اكليديان بقى ان ال 2 روت 5 دي، يعني احنا لو جينا طلعنا المثلث ده بره تاني اهو، رسمناه مره تانيه اهو، دي البربنديكولار اللي انا عملته، وادي البي، ونقول البربنديكولار اللي عملته ده مثلا سميته ال اهو، وهنا لحد هنا في دي، والمسافه دي كده 3 سنتيمتر، والمسافه دي اكس، والمسافه دي اكس، ودي كده ب 2 روت 5. المفروض ان ال 2 روت 5 دي كانت ده تايمز ده كله، فالمفروض ان ال 2 روت 5 كانت السي ال
تايمز السي بي كله تحت الروت. ادي ال 2 روت 5. السي ال هو عباره عن ال 3 مع الاكس اهو 3 بلس اكس. السي بي كله عباره عن 3 مع اكس مع اكس، يعني 3 مع 2 اكس. لو حسبت الاكس المشكله اتحل. علاقه ما فيهاش غير الاكس هو الوحيد اللي مش معروف، هتحلها مع بعضها. ايكويشن ودي الروت بالباور اوف 2. 2 روت 5 اول باور اوف 2 بتساوي 3 بلس اكس مضروبه في 3 بلس 2 اكس. ده كده هيبقى 4 تايمز 5 ب 20. وهنا هتوزع 9 و6 اكس و3 اكس و2 اكس باور اوف 2. ادي ال 20 ادي ال 9 وادي 9 اكس وادي 2 اكس باور اوف 2. رتب المساله. ال 2 اكس باور اوف 2 في مكانها، وراها 9 اكس في مكانها، وراها 9 في مكانها، ودي هتنط لهم الناحيه الثانيه بالنيجاتيف وادي ايكوال 0. يبقى 2 اكس باور اوف 2 بلس 9 اكس ماينس 11 ايكوال 0. هتعملها بالكالكليتور مود ايكويشن وتختار الايكويشن اللي فيها باور اوف 2 وتدخل له الاي ب 2 والبي ب 9 والسي بنيجاتيف 11. هتطلع لك الاكس الاولى على الكالكليتور 1 سم والاكس الثانيه على الكالكليتور نيجاتيف 11 اوفر 2، وده ريفيوز لان مفيش مقاسات بالنيجاتيف. يبقى الاكس ب 1. هو عاوز مين؟ عايز البي دي. مين البي دي؟ اكس واكس 2 اكس والاكس ب 1. يبقى البي دي 2 اكس والاكس ب 1، يبقى 2 تايمز 1 2 سنتيمتر، وهذا هو المطلوب. اجابه صحيحه. هي مشاكل؟ ما فيش مشاكل. شوف كم واحده تشوز. The projection of a point on a given straight line هي نفسها. The projection of the line segment on a straight line that is not perpendicular to it. يعني انت عندك اللاين سيجمنت لو جيت تجيب له بروجيكشن، لو هو مايل كده بيطلع لاين سيجمنت تاني تحتيه طوله اقل منه، يا اما بيطلع لاين سيجمنت تحتيه طوله قده لو هو باراليل. هنا ده انكلاين الطول بيبقى اقل من الخط الاصلي، هنا ده باراليل الطول بيساوي الخط الاصلي، يا اما يبقى بيربنديكولار فساعتها البروجيكشن بيبقى طوله زيرو نقطة. هو بيقول لك البروجيكشن بتاع خط نوت بيربنديكولار. نوت بيربنديكولار يبقى يا اما باراليل يا اما انكلايند. في الحالتين بيطلع ايه؟ بيطلع لاين سيجمنت طوله يا اما بيساوي يا اما اقل من الخط الاصلي. هو بيسأل بيقول لي هو لاين سيجمنت ولا بوينت ولا ري؟ لاين سيجمنت. طبعا عمره ما بيطلع ستريت لاين وعمره ما بيطلع ري، يا بيطلع لاين سيجمنت يا بيطلع نقطة. في الحالة دي والحالة دي بيطلع لاين سيجمنت، انما في الحالة دي بيطلع نقطة. The length of the projection of a line segment less than or equal the length of the line segment itself. هنا اقل هنا قده وهنا زيرو اللي هي اقل برضه. ولو حطها في انترفال هيبقى من زيرو لحد طول الخط الاصلي closed interval، اللي هي البروجيكشن بيبقى محشور ما بين الزيرو وطول الخط الاصلي. The length of the projection of a line segment on a given perpendicular straight line perpendicular طوله زيرو. اكس واي باراليل الاي بي، ما دام باراليل يبقى ايكوال اهي. ما دام باراليل يبقى ايكوال. اي بي عمل انترسكشن مع سي دي، ادي الاي بي وادي السي دي في نقطة اكس. الاي بي ب 6، يبقى البروجيكشن بتاع الاي بي على السي دي لازم يكون اقل من ال 6. ده ينفع وده ينفع وده ينفع. هو بيقول مين ما ينفعش، هي دي. If the projection of a line segment on a straight line is a point يبقوا perpendicular. عايز البروجيكشن بتاع الاي بي على البي سي، ادي الاي بي واعمل له بروجيكشن على البي سي، هينزل ده perpendicular هيبقى البي دي. وانت مغمض عمره
عمره ما يجي نقطة لأن ده inclined. What the projection of AC on BC؟ ادي ال AC عايز اعملها بروجيكشن على ال BC، ده هينزل لتحت وده في مكانه، يبقى هو الحتة دي DC. What the length of projection AD على BC؟ AD على BC perpendicular يبقى نقطة. projection ال BC على ال AB، ادي ال BC هوقعه على ال AB، ده ينزل كده هيبقى هو ال AB نفسه. AB او BA مش هتفرق بقى. بروجيكشن بتاع السي بي على الاي سي، ادي السي بي هوقعه على الاي سي، السي في مكانها وده هينزل كده، يبقى البروجيكشن هو الحته دي الاي سي او السي اي. مسائل على اكليدي. the area of the square drawn on one of the two sides of the right angle triangle equal the area of the rectangle whose dimensions are the length of the projection of this side on the hypotenuse and the length of the hypotenuse itself. وده شرحناه وقلنا جه منين لما عملت لك الرسمه وطلعت لك ريكتانجل، قلت لك الريكتانجل ملوش علاقه بالرسمه. مهم تبقى حافظ ان الاختيار ده هيكون ريكتانجل لو قابلتك، يعني ما بتجيش في الامتحانات، ولكن لو جات لك اختار ريكتانجل، ما انت عرفتها بقى خلاص. ده تعريف ايكليديان. في تعريف بايثاغورس بنختار السكوير، يعني بايثاغورس بيبقى كله سكويرز، في ايكليديان بيبقى ريكتانجل. ال زد تايمز ال واي، ادي ال زد وادي ال واي، لما اعمل لهم تايمز هيدوني ده، بس باور اوف 2، لان المفروض هم يكونوا تحت الروت، ما دام مفيش روت يبقى في باور اوف 2. مين من دول يبقى صح؟ الاي بي باور اوف 2 يديني ده تايمز ده كله، بي دي تايمز بي سي، بي دي ودي سي، لا بي دي وبي سي اهي، ودي غلط ودي غلط. عايزين الاي دي، المفروض الخط ده كان الحته دي تايمز ده كله، ال 8 بيساوي سكوير روت، سمي دي اكس تايمز ال 10 كلها، يبقى ال 8 باور اوف 2 بيساوي اكس تايمز 10، 64 اوفر 10 بتساوي اكس 6.4. عايزين البي دي، هجيب ده الاول من بايثاغورس، دي 8 ودي 10 يبقى دي 6، يبقى الخط ده بيساوي 8 تايمز 6 اوفر 10، 8 تايمز 6 48 اوفر 10 4.8. if the triangle ABC is right at A، وادي البي وادي السي، AB بيساوي AC بيساوي A، AD perpendicular. what the length of AD؟ ادي 8 وادي 8، اجيب ده من بايثاغورس، سكوير روت 8 باور اوف 2 بلس 8 باور اوف 2 اللي هي 2 من ال 8 باور اوف 2 تحت الروت، يبقى 8 روت 2. اعملها على الكالكليتر هتطلع معاك 8 روت 2. يبقى ال A دي بيساوي 8 تايمز 8 اوفر 8 روت 2، ده مع ده 8 اوفر روت 2. اعمل لها تايمز روت 2 فوق وتحت او دخلها على الكالكليتر، من تحت هتبقى 2 و8 اوفر 2 ب 4، يبقى كلها تطلع على الكالكليتر فور روت. طبعا انتوا عارفين بقى الواجب اللي عليكم، بعت لكم ان شاء الله فيديو حل الواجب والكويز، وفيديو حل الكويز لحد ما لحقش يخلص الامتحان يخلصه قبل الحصه الجايه عشان ما يتراكمش الدنيا عليه. وبهذا القدر نجتزئ، كفايه عليكم كده، مراويح مراويح مراويح.